السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة آية ديالي تفوت. كنتمنى كاملين تكونوا في احسن الاحوال والله يرزقنا ويرزقكم الصحة وراحة البال. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الكنافة بواحد الطريقة زوينة ومقادير بسيطة وكتجي غزالة. وقبل ما نبداو الفيديو فضلا وليس امرا كنتمنى منكم دعمكم للقناة وذلك بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس باش توصلوا كل جديد ديالي ان شاء الله. واول شيء غنبداو هو السيرو. غنصايبو السيرو هو الاول باش غنحطوه خاصو يكون بارد منين بغاو نستعملوه. كنحتاجو كاس ديال العنبه ديال سكر حبيبات وكنضيفو عليه 2 كيسان ديال الماء ديال العنبه وواحد ساشي ديال الفاني. وكناخدو السيرو كنحطوه حتى كيطبخ مزيان وكنحطوه يبرد باش نستعملوه في الكنافه. نبداو على بركه الله. المقادير اللي غنحتاجو نصف لتر من الحليب، نديروه في شي مقلاة ولا كاسرونه اللي كاين. عندنا 4 ديال المعالق ديال النشا، دقيق النشا، 3 ديال المعالق ديال السكر حبيبات، وكناخدو واحد ساشيه ديال الفاني 7 غرام من وزن 7 غرام. وكنخلط هادشي كامل قبل ما نديرو فوق النار. كنخلطو عاد كنمشي كنوضعو فوق النار وانا كنحرك حتى كيتجمع ليا الخليط. انا دابا درتو فوق النار، ها هو بدا كيتجمع. هانتوما انا كنحرك مع استمرار، كتبقاي تحركي ما تحبسيش من التحراك. ها هو الخليط تجمع، شي كيفاش كيولي كريمي بحال هكا. دابا غناخدو غنجيب الجبن ديال بيرلي، خصني 2 دانون بيرلي ديال الجبن، كنضيفهم على الخليط وهو ساخن. وكنعاود نخلط، كنحرك باش يذوب ليا الجبن مع الكريم عندي وجدت. نحركو مزيان حتى كيندمجوا. من بعد كناخد هاد الجبن هذا غندير منه 2 معالق. اللي ما عندوش هاد الجبن يقدر يدير كيري، 2 ديال كيري ولا 2 لافاش كيري، ماشي مشكل. الجبن وكنحطو جانب حتى كنوجد الكنافه باش كنعمر به الكنافه. دابا عندي هنا الكنافه، عندي 300 غرام ديال الكنافه. كنقطعها، ها هي قطعتها هشيتها مزيان بحال هكا. وكنحاول نحلها بعد مرات حيت انا عندي مجمده. ودابا درت 3 ديال المعالق ديال الزبده، ذوبتهم وزدت عليهم شويه ديال النشا. دابا غنخلط كلشي بيديا، نبقى نخلط فيه حتى كنلبس داك الزبده في الكنافه كامله. من بعد ما ساليت كناخذ المول، كنكون ديجا دهنته بالزبده بحال هكا، وكنبدا نوضع الكنافه وانا كنحلها حتى كنلبسها المول كامل بحال هكا كيف ما كتشوفوا. منين كنكمل الطبقه الاولى ديال الكنافه كنجيب واحد الكاس وكنبقى خدامه، كنبقى نضغط على الكنافه مزيان باش تلصق مع على بعضياتها بحال هكا. هانتوما شوفوا كيفاش كنخدمها. كنحاول نطلع تاني الكنافه مع الجناب باش منين ندير الخليط يكون الجناب حتى هو ما تخرجش ليا ديك لافاغس اللي غندير الوسط ما تخرجش ليا.
تبقى الوسط بحال هكا. كنخدم الجناب، نحاول نلبس الجناب كاملين، كندورها مزيان، وانا كنضغط عليها. كل ما ضغطتو كل ما مزيان كتجي لاصقه على بعضياتها ما كتحلش. دابا كناخذ داك الخليط، ها هو غنضيفو ونديرو الوسط، وغنقاد السطح ديالها مزيان حتى كنقاد السطح مزيان، وكنحاول نساويه باش ما تجيش بلاصه عامره وبلاصه خاويه بحال هكا. دابا من بعد ما كملت كناخذ داك الجزء اللي بقى ليا ديال الكنافه. الكنافه دابا ما كنديرهاش كامله، كندير الطبقه الاولى هي اللي ضغطتها مزيان وقديتها، ودابا غندير الطبقه الثانيه. داكشي اللي شاط ليا غنديرو فوق منها. كنحاول ثاني نلبسها كامله. ملي كنحط ديك الكنافه كامله كنصيبها، كنبقى نضغط بيديا بشويه بشويه. ملي كتكوني كتضغطي ما تضغطيش بالجهد باش ما يخرجش لك نفخ، ما تخرجش من الجناب. داك الخليط اللي درنا الوسط، ديك الكريمه اللي درنا الوسط ما تخرجش لينا. كنضغط غير بشويه صافي، وكنجمع القنات، كنقادها كامله ونجمع القنيتات ديالها وانا كنضغط بشويه. ها هي دابا غنديها الفران يكون خدام من الفوق والتحت. درجه الحراره ديالو كتكون 180 درجه المده ديال 40 دقيقه. وها هي الكنافه من بعد ما طابت، شوفوا كيفاش جات غزاله. دابا غنحاول نسقيها من الفوق وهي سخونه، كنرش عليها داك السيرو اللي صيبت في الاول، كنسقيها مزيان بحال هكا. هانتوما كتشوفوا كنسقيها كامله، وكنخلي النصف الاخر تاني ملي كنقلبها في المول، نقلبها في شي مول، في شي عفوا في شي اسيات، كنعاود نسقيها تاني من الفوق. كنسقي داك الفوق حتى هو مزيان بحال هكا. من بعد ما كنكمل كنحاول نزينها. انا غندير لها شويه ديال الكريمه بقات عندي، غنديرها من الفوق، وغنجيب اللوز مهرمش غنديرو في الجناب. وهي كاين اللي كيدير فيها بيستاش مهرمش، انا ما عنديش، ما متوفرش عندي في الدار، درت في بلاصتو اللوز. وها هي الكنافه كيفاش جات. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، راه كتجي زوينه ولذيذه. وما تنساونيش من بعد ما شفتوا الفيديو وعجبكم، تنساونيش بلي لايك وبلي كومونتير ديالكم زوينين. وشكرا على حسن المتابعه. كنتمنى لكم شهيه طيبه، دمتم بخير والى اللقاء مع شهيه جديده ان شاء الله.